بسم الله الكريم الأكرم، بسم الله العظيم الأعظم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه النهاردة مع بعض في موضوع مهم جدا لازم يلفت نظرنا ولازم نخلي بالنا منه اليومين دول. بس قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا كلنا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كمان بلاش ننسى كلنا إن احنا نفتكر أمواتنا بالرحمة وندعو لأمواتنا بالرحمة. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وكل أموات المسلمين وأسكنهم الفردوس الأعلى. اللهم آمين آمين. لو نزلنا القبر في يوم من الأيام وجبنا شوية تراب من الموجودين في القبر أو لقينا فيه بواقي جثث موجودة في القبر ده، يا ترى هنفرق ما بين دي جثة مين أو ده جثة مين؟ يا ترى هنعرف مين هو صاحب الجثة دي أو مين هو صاحب التراب اللي موجود في القبر ده، ونفرق ما بين جثة وجثة أو نفرق ما بين شخص وشخص؟ يا ترى كلنا عملنا حساب اليوم ده إن إحنا هننزل القبر وهنشوف يا إما والعياذ بالله عذاب القبر وضمة القبر أو نعيم القبر وجنة القبر؟ يا ترى فكرنا لما نقف كلنا بين إيدين المولى سبحانه وتعالى وهنتحاسب على أعمالنا؟ ما هو حاجة من الاتنين لما نقف بين إيدين المولى، يا إما فردوس أعلى ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وجنة الخلد إن شاء الله لكل الطائعين، يا إما هتندم على حياتك اللي أنت عشتها وتقول يا رب رجعني تاني لعلي أعمل صالحا في حياتي. بس خلاص مفيش رجوع تاني لحياتك، أنت عشت حياتك وما استغلتهاش صح. في جملة أو قصة شهيرة لأحد الصالحين كان بيحتضر وسكرات الموت، خلاص أصابت الشخص الصالح ده، فكان بتجيله غفلة أو سكرة موت ويروح في غيبوبة زي ما بنقول، وكان بيفوق لحظة واحدة بس كان بيقول جملة في كل غفوة أو كل صحوة بيصحوها. أول مرة فاق من الغيبوبة بتاعته قال جملة لفتت نظر كل اللي حواليه، قال يا ليتها كانت جديدة، وراح في غيبوبة ورجع تاني بعديها فاق شوية قال يا ليتها كانت بعيدة، وراح في غيبوبة ورجع تاني قال برضه جملة كمان يا ليتها كانت كاملة. طب ايه السر ورا الثلاث جمل دول اللي الراجل الصالح ده قالهم وربنا سبحانه وتعالى اختاروا انه يكون في جواره وقبض روحه ملك الموت؟ احد الصالحين صديق جدا او قريب جدا من الراجل الصالح ده بعد ما توفى جاله في المنام او شاف رؤية للراجل الصالح اللي توفى ده وعرف ايه السر ورا الثلاث جمل اللي هو قالهم. اتفاجئ ان هو الراجل الصالح ده وهو يحاسب بين يدين المولى سبحانه وتعالى شاف قصر جميل جدا من نصيبه، فسأل ده القصر ده عن ايه، انا عملت ايه في حياتي عشان افوز بالقصر ده؟ قال له انت في يوم من الايام وانت ماشي في الشارع كنت لابس جلبيتين، واحدة من فوق جديدة وواحدة من تحت قديمة، واحد السائلين طلب منك ان انت تديله جلبية تغطيه او تستره من البرد اللي هو شايفه في حياته او البرد اللي هو شايفه في اليوم ده، فانت رحت قالع الجلبية القديمة واديتها له، فده ثوابك او ده مكافئتك على الحاجة اللي انت عملتها مع الراجل الغلبان ده اللي انت اديته الجلبية القديمة بتاعتك. فما كان من الرجل الصالح ان هو قال يا ليتها كانت جديدة، يعني يا ريتني اتصدقت او اتبرعت للراجل الغلبان ده بالجلبية الجديدة واحتفظت لنفسي بالجلبية القديمة. طب لما انا اتبرعت بالجلبية القديمة وده قصر في الجنة على الحاجة اللي انا عملتها دي وحاجة صغيرة، طب لو اتبرعت بجديد كان يبقى ثوابي ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ هنعرف الجملة الثانية، بس تعالوا مع بعض نصلي ونسلم ونبارك على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المرة الثانية اللي هو قال يا ليتها كانت بعيدة، عرف برضو السر ورا الجملة دي أو ورا العبارة دي، إن الراجل ده وهو في يوم من الأيام كان رايح يصلي في المسجد فشاف راجل قعيد، راجل عاجز عايز يروح يصلي بس مش قادر يروح المسجد عشان يصلي في المسجد وياخد ثواب الجماعة.
فالراجل الصالح ده شال الرجل القعيد ده على ظهره وخده معاه لحد الجامع وصلى معاه في الجامع صلاة الجماعة. فكان جزاء الراجل ده إيه عند الله سبحانه وتعالى إن هو برضه فاز بقصر في الجنة على الحاجة اللي هو عملها مع الرجل القعيد ده، وإن هو شاله ووداه المسجد صلى معاه صلاة الجماعة. إذا كان هو شاله المسافة الصغيرة دي وخد قصر في الجنة، طب لو شاله مسافة بعيدة كان ربنا سبحانه وتعالى يجازيه بأكتر من كده في الجنة. فالراجل قال يا ليتها المسافة دي كانت بعيدة وشلته مسافة أبعد من اللي أنا شلتها له عشان يكون جزائي عند ربنا سبحانه وتعالى أكبر من القصر اللي أنا فزت بيه في الجنة. ده الجملة التانية اللي الراجل قالها في غفلته في صحوته التانية. عشان نكمل مع بعض برضو العبارة التالتة ونعرف إيه اللي وراها، تعالوا برضو نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طب العبارة التالتة للراجل ده لما فاق قال إيه؟ قال يا ليتها كانت كاملة. إيه هي اللي كانت كاملة دي؟ في يوم من الأيام الراجل الصالح ده كان ماشي في الشارع وشاف واحد غلبان أو واحد مسكين جعان جدا جدا ومش لاقي أي حاجة ياكلها. والراجل الصالح ده كان معاه رغيف وكان معاه باقي رغيف أو نص رغيف أو تلات أرباع رغيف. فالراجل المسكين طلب من الراجل الصالح ده إن هو يديله ما يسد جوعه. الراجل الصالح راح مديله باقي الرغيف اللي كان معاه. فكان جزاء الراجل الصالح ده برضه في الجنة عند الله سبحانه وتعالى إن هو فاز بقصر في الجنة. فقال يا ليته كان كاملا، يعني يا ريتني اتبرعت له أو اتصدقت بالرغيف الكامل عشان أفوز ويكون جزائي عند المولى سبحانه وتعالى أكبر من كده بكتير. القصد من ورا القصة دي كلها إيه؟ إن إحنا لما بنتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى ونطلب إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى يقبل مننا التجارة اللي إحنا بنتاجرها دي، بنتاجر وبنتصدق بأحلى حاجة عندنا. بأحلى حاجة عندنا. السيدة عائشة رضي الله عنها كان بتطلع صدقة، كانت بتعطر الصدقة دي قبل ما تطلعها للفقراء والمساكين. كانت بتعطرها بالمسك عشان تديها للمسكين يبقى ليها ريحة جميلة. لما تحب تطلع حاجة وتحب تعمل خير لله سبحانه وتعالى اعمل أجمل ما عندك، لأن هي رايحة لربنا، مش رايحة لواحد مسكين أو رايحة لواحد غلبان أو رايحة لواحد شكله مش كويس. لا، انت بتدي الحاجة دي للمولى سبحانه وتعالى. فلما بتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى بطلع احسن ما عندي عشان يكون جزائي من المولى سبحانه وتعالى اعظم من اللي انا عملته بكتير، ان هو الحنان المنان واسع الغفران. اتمنى ان الفيديو يكون مضيف للجميع. اشوفكم على فيديو خير ان شاء الله، فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.